إيه زيكم، مش طالع أقول لكم مشكلة، أنا طالع أقول لكم حاجة اتبعتت لي الجمال، الصراحة يعني أنا لمّا تتبعت لي رسالة زي دي وإن أنا ما اشاركهاش معاكم، الصراحة هابقى أنا أناني. واحدة بعتت لي رسالة وبتقول لي فيها محتاجة إن أنا أكلمك على جوزي، على حياتي اللي باحس إن هي اتغيرت 360 درجة من بعد ما كنت إنسانة مهزوزة وانطوائية، بقيت فعلًا قادرة إن أنا آخد أي موقف وأي قرار في حياتي بسبب جوزي. ده شخص فعلًا باحس إن ربنا بعته ليّا عشان خاطر يعوّضني عن كل الابتلاءات اللي أنا كنت عايشاها، والحمد لله أنا مش عايز أتكلّم عنها عشان خلاص راحت. أنا وجوزي متفاهمين جدًا مع بعض، بنقدر نتواصل في أي حاجة. الحمد لله أنا باحمد ربنا إن هو عنده زمام في كل تصرفات الحياة، حتى في البيت وهو بيبقى شغّال ودايمًا مشغول، أول ما بييجي البيت بيقدر يساعدني على اللي يقدر عليه. حتى وأنا باعمل الأكل يخش المطبخ وييجي يقول لي: "أنا هاساعدِك." أقول له: "لأ، أنت لسه جاي من الشغل." يقول لها: "ده أنتِ كتّر خيرِك طول النهار قاعدة مع الولاد." وبيسمّعني كلام حضرتك ممكن تكون شايف الكلام اللي أنا باقوله ده أنا باجامل فيه، ولكن أقسم بالله الكلام اللي أنا باعتهُ لك ده بيحصل حقيقي وربنا هيحاسبني على اللي أنا باقوله. والله بيحسّسني بوجوده في البيت، بحنيّته وبطيبته عليّا في كل مكان وهو مش موجود. ده لدرجة حتى إن هو لمّا بييجي يعدّي قدّامي باحس فعلًا بمعنى الحب من ناحيته. والله علّمني إزاي أثق في نَفْسي، علّمني إزاي إن أنا أعرف يعني إيه الحب. والله من كتر ما أنا باحبه أنت عارف لمّا يكون الواحد بيحب حد كده وبيبقى عايز يدّي له قلبه يطلّعه ويطلّع عينيه ويدّيه له من كتر ما هو مش لاقي حاجة يعرف يردّها له من اللي هو بيتعمل له. والله أنا باحس فعلًا إن ربنا عوّضني عن حاجات كتير بجوزي. أنا بعتّ لك ده عشان خاطر أنا باشوف عندك مشاكل كتير، ولكن زي ما في مشاكل كتير، في ناس كتير كويسة. أنا بعتّها عشان خاطر كل سِت لو بتعامل جوزها كويس وجوزها بيعاملها كويس، أكيد ده هيكون موجود في كل بيت. أنا عارفة إن ممكن ده ما يحصلش عشان ضغوط الحياة، ولكن لو كل اتنين اتصرّفوا مع بعض وقدروا يفهموا بعض ويتواصلوا مع بعض في كل حاجة، أكيد إحنا مش هنوصل للي إحنا موجودين فيه. الصراحة أنا كنت باسمع الرسالة دي كنت حاسس إن الرسالة دي مبعوتة لي من كوكب تاني، ولكن طبعًا هي أقسمت وقالت إن فعلًا ده بيحصل، وأكيد طبعًا أنا أتمنى إن كل بيت يكون ده موجود فيه، عشان خاطر في الأول وفي الآخر والله ما في أي حاجة مستاهلة، يعني ما فيش أي حاجة مستاهلة.